كان يا مكان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد الجيران. كان حتى كان، وفي دوار بعيد عايش واحد السارح سميتو حمد. كان عايش في واحد الدار على قدو، هو ومرتو زبيدة. مرتو كانت حادقة طيب تعجن، الدار ديما مقادة ومتولة وكل شي فيها زوين، ولكن حاجة وحدة كانت مخيبة زبيدة، هي لسانها فيها الهضرة بزاف. كان حمد يدخل راسو دارو بالشمس والسرحة، وكل نهار يلقاها كتسناه توجد ليه وتحط ليه، وهي كتهدر تعاود ليه كل ما جرى في النهار بالتفصيل. مشيت عند فلانة لقيت عندها فلانة، دوينا على فلانة، درنا هادي وهادي وهادي وهادي، هضرة خاوية وخلاص. وحمد غير كيشوف، ما حيلتو لصداع راسو، ما حيلتو لصداع مراتو زبيدة اللي هذه هي طبيعتها، كل نهار تلقاها كتعاود تقول صارتا كاسيطة. حمد عيا وما بقى قادر يصبر على هاد الحال. 10 سنين وهي هكا، الجهد اللي عندها في الهضرة ما بحالو وجهد حمد تقادى معاها. عيا ما يفكر في شي حيلة باش تسكت، ولكن ما لقى حيلة. واحد النهار حمد قرر يدي معاه مراتو للجبل، طلعها لفوق الجبل، وصل مهلوك عيان، وهي وصلت معاه ولكن مازال كتهضر. طلعنا من هنا لقينا حجرة في الطريق، درنا من هنا دزنا على هادي، عقلت يا احمد؟ شفتي هادي؟ شفنا هادي، عقلت يا احمد؟ مهم كتهضر بزاف. ويقول لها احمد اجي طلي من هنا شوفي واحد الحفرة قداش. معاه هي طلات، معاه هو دفعها في الحفرة وقال لها بالجهد سمحي لي يا مراتي العزيزة. معاه هي طاحت في الحفرة وهو يسمعها، قالت ليه شنو واقع سيدي حمد؟ انا نقول لكم شنو فكر حمد باش يربي مرته. حمد طلعها للجبل وبغى يلوحها في الحفرة ويهددها باش الا بغاتو يعتقها من ديك الحفرة نقص شوية من الهضرة. ايوا نرجعوا عند زبيدة اللي غير سمعات حمد قال لها نقصي من الهضرة، طلاتو وبدات انا فيا الهضرة يا قليل الادب، نسيتي قاع داكشي اللي درتي على قبلك. المهم فيه وفي الخلا بقات تعاير 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 وما سكتاتش. حمد تقلق وتعصب حيت جاوباتو هكاك، وقرر ما يعتقهاش تدير عقلها. ايوا داز النهار الاول وحمد باقي عاس على الحفره اللي مرتو فيها وهي مقصحه راسها، والو ما بغاتش توعدو بلي غادي تنقص من الهضره. داز النهار الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، حتى دازو 7 ايام. ايوا حمد عيط ليها وقال لها واش غتواعديني ولا مازال مقصحه راسك؟ ايوا جاوبو واحد الصوت وقال ليه اعتقني غادي نقطع حسي بالمره. ايوا السي حمد فرح وسعد، مرتو غادي تنقص الهضره والخطه ديالو جابت النتيجه. ايوا جاب حبل طويل ولاحو في الحفره باش يعتق مرتو لي 7 ايام وهي في الحفره. ايوا وهو كيجر جاه داك الشيء ثقيل وقال عمل هادي ولات بهاد الثقل. وهو كيجر يجر 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 تلقى راسو مطلع حنش كبير وغليظ مربوط بالحبل. حمد تخلع، اش هاد الشيء؟ فين هي مرتي؟ الحنش طالع سخفان كيطلب في حمد ويزاوق باش يعتقو من زبيدة اللي قهرات ليه راسو في الحفرة بالهضرة. حمد اعتق الحنش وبرك كيهضر هو وياه. ايوا الحنش بدا كيعاود ليه ويتشكى باللي الحفرة هي دارو وهو عزيز عليه يبقى ناعس، قليل فين كينوض يصيد ما ياكل. ايوا قال ليه ديك النهار قبل 7 ايام وانا ناعس طاحت مرة في الحفرة فين ساكن، وانا مع شفتها قصتها وتلويت ليها على عنقها وبغيت نعس. هي مع شافتني بقات كتشوف وهي تبدا تقول لي الجلد ديالك زوين، هاد الالوان اللي عندك راه واعرين. عرفتي صاحبتي فلانه شرات الصاك فيه نفس هاد الجلد اللي عندك وتضاربوا على الجلد ديالك العيالات، تا انا ما كرهتش هاد الجلده ديالك نتصاوب بها شي قفطان فاعل تارك. تبخات لي راسي بالهضره ومشيت تخبيت وسط الصخور وتقول واش بغات تسكت. عمرها جاتني الدوخه في حياتي تجاتني من هضره مرتك زبيده. وهو يقول لي احمد هاد الشيء علاش جبتها لحتها في الحفره، لعل وعسى تبرك بوحدها وتراجع راسها وتحاول تنقص من الهضره، ولكن والو واقيلا غير كنكب الماء في الرمله. حمد بقى كيفكر ولقى راسو هاد الفكره ما عندها ما دير ليه. مشى خرج مرتو من البير ورجعها للدار، لاح ليها الحبل وطلعها وغير شافتو خرجت فيه كاع الاعصاب ديالها. وهما راجعين بدات كتهضر عاوتاني وتعاود على الليالي اللي دوزات في الحفره بسبابه، وبدات تبكي عليه وتنوح يا الغدار نسيتي العشره، شحال طيبت ليك
وشحال فعلت ليك، وفي الاخر تلوحني في الحفره. ايوا احمد كان معصب بسبب الهضره بزاف، ودابا تزاد عليه البكا والشكا. هذه هي ديالت ما قدو فيل زادو فيله. زبيده ما بغاتش تنسى ليها اللوحه في الحفره، وحلفت لا سكتات. رجعت وعاودتها للدوار كامل، ضربات ليه الطر ودارت ليه الشوها. وكل مره دخل احمد للدار يسمع النقير والهضره من الفوق، ويخرج بالهضره والنقير. احمد عيا وندم، وواحد النهار هو سارح قرر ما يرجعش للدار ويعيش في الخلا اللي هو مولف به. كي شفتو زبيده ما عندها لا حنين لا رحيم في الدوار من غير احمد، الا خلاها بوحدها ما غادي يبقى عندها ما تاكل ما تشرب. داكشي اللي كان. احمد قرر وما رجعش في هضرته، يعني ما رجعش للدار. ايوا زبيده داك النهار وجدت لراجلها ما ياكل وفمها ما زاقيش من الهضره. وصلت الوقيته ديال احمد فاش يرجع للدار، ولكن ما رجعش. بقات كتسنى والو ما جاش، لا هو لا الكسيبه. داز النهار الاول والو ما بانش. وعلاه هي تقدر تسكت؟ زبيده مشات تبكي على الناس ديال الدوار وتغوت: شوفوا ليا فين مشى راجلي، راه ما رجعش، ياك ماكله الديب، ياك ماكله الغول. خرجوا الرجال ديال الدوار يقلبوا والو ما لقاوش. احمد غبر ليه الاثار، تقول لا تشقات وبلعاتو. ايوا زبيده ملي سمعت بلي ما كاين حتى خبر على راجلها بكات وجدبات، والحصول هي السبب تطج احمد من الدار. بعد المرات كثرت الهضره بلا فايده، كتقلب على مولاها بندامه، والانسان يهضر ويقيس. زبيده دوزت ايام وهي حزينه وغير كتبكي على راجل احمد اللي كان حنين فيها، واخا ما فحالوش ولكن كان ظريف معاها. حسات باللي هي اللي خرجاتو على طوعو تلاحه في الحفره. وديك الساعه بقات تندم في راسها وتقول: انا هاد اللسان اللي طجج لي راجلي انقطعو، انا دابا بقيت بوحدي انا ولساني. واش لساني غادي يوكلني؟ واش غادي يشربني؟ شكون اللي غادي يرفع عليا؟ وراجلي كان معيشني كيف الاميره في داري. زبيده مسكينه عرفات راسها شنو دارت، واخا هكاك ما فقدتش الامل. كل مره تبقى تطلب من الشرجم وتسنى احمد يرجع شي نهار. ايوا عند احمد ما كاش من العاكزين. كان كل مره يدخل الدوار زعما راه هبيل جابتو الطريق، كيجي لابس درباله ومربي الغفاله، ما بقى حتى يقدر يعرفو. كيجي ويدخل الدوار ويتسوق الخبار باش يعرف حال مراته. فاش كيجي كيسمع العيالات كيهضروا على زبيده اللي ما بقات لا تهضر لا تحتت. مشات هي زبيده البرواله اللي كانت ما تسكتش وتنشط كل مجمع وتعاود للصغير والكبير. احمد بقات فيه مرته، ولكن قال ما نرجعش دابا، خليها تربى اكثر. ايوا الايام كدوز وزبيده ما بقاتش تخرج حتى كلمه من فمها، تقول صامت على الهضره. سدات فمها بالمره حيت عرفاته هو اللي طيحها في هاد المحنه. ايوا نمشيو عند احمد اللي فاش كان سارح في الخلا هو وبهيمو، لقى واحد الخربه. ايوا دخل باش يسكن فيها ويتخبى على البرد. لقى فيها واحد الصندوق مخبي تحت واحد السربيه. احمد قلب الصندوق ولقاه كله ذهب. تصدم من هاد الشيء اللي شاف وما تيقش، ما بقى عارف راسو واش كيحلم ولا هاد الشيء راه بصح. ايوا احمد ناض وفيق راسو من الحلمه، شمر على دراعو ومشى لواحد الدوار اخر قريب من الخربه اللي لقى فيها الكنز. دخل داك الدوار ودار بلاصتو. شرا تما دار كبيره تقدوه هو وبهيمو، دار كبيره وزينه وجديده، وارض قريبه للدار فين يدير الفلاحه ديالو وفين يسرحو بهيمو. وشرا حانوت في المدينه باش يبدا يبيع ويشري. وراه هو خلق الكنز بقى مكيس عليه وبغى يخبيه لدواير الزمان ويبدا حياته في شي بلاصه اللي ما يعرفوا فيها حد. داكشي اللي كان احمد السارح، ولا سميتو التاجر احمد مول التوب، ولا يبيع ويشري، والتجاره ديالو مشات كيف ما بغا وحسن. احمد ملي قاد حياته قال هذا هو الوقت اللي نجيب فيه مرتي زبيده، راها تعلمات الدرس ويا ربي تولي تهضر بالقياس، وهذا الشيء كامل اللي درت راه غير على قبلها. ايوا في واحد الليله احمد شد الطريق للدوار القديم، وصل دارو القديمه وتفكر حياته، حياه احمد السارح. على الذكريات والايام. وهو كيدور في عينيه بانت ليه الشمعه مازال شاعله. اذا زبيده مازال فايقه. دق الباب وحلات عليه زبيده الباب. مع حلات الباب شافت فيه وهي تخلع، ما عرفت راسها باش تبلات، ما دوات ما تكلمات، بقات غير كتبكي وتطلب السماحه من احمد اللي طج بسبابها وبسبب لسانها الطويل. تا احمد طلب منها السماحه
حيت خلاها بوحدها وقال لها دابا جيت نديك معايا حيت انتي وليتي زبيده اخرى، وليتي زبيده اللي كلامها بالقياس ماشي فوق القياس. قالت ليه فين؟ قال لها تنوصلوا تعرفي وكل شي فوقتو زين. زبيده بغات تجمع حوايجها، قال لها احمد خلي كل شي، زبيده جديده خاصها كل شي جديد. ايوا خرجت معاه وهي تايقه فيه، ومشاو شدوا طريقهم، وصلوا للدوار اللي ولا ساكن فيه التاجر احمد. وصلوا مع الفجر. ايوا دخلها للدار. زبيده تصدمات. الدار دايره بحال شي قصر، وفيها الخدم والحشم اللي كيتسناو في مولات الدار. لا زبيده مرت التاجر احمد بدلوا ليها حوايجها ولبسات وتعطرات وطلعت عند احمد مصدومه. احمد روى ليها القصه وقال ليها كل شي بالتفصيل. زبيده كانت فرحانه وفرحتها باينه في وجهها، ومن داك النهار وهما عايشين في سلام، والهضره بيناتهم كانت بالقياس ماشي فوق القياس. ومشات خبيرتي من الواد وانا بقيت مع ولاد الجواد.